وما احناش مسؤولين برغبة الانتقام ولا شهوة الانتقام زي ما هم بيفكروا. احنا لا، احنا كل مجرم بشيلته زي ما بيقولوا ولاد البلد. وفي نهاية المطاف صدقوني كل واحد واقف هنا هو بيعمل حاجة ومحدش يستهتر بدوره. لأن لو شاع بينا مناخ اليأس ولو شاعت بينا أفكار إنه أنا هعمل إيه وأنا اللي هغير وهي مش خربانة خربانة، ما هو مختار. فنيين اديله الثاني طيب والتكنيشن يعني ما هو مخترق ومش عارف ايه، ما هو كلامنا، ما هو احنا هنعمل ايه، ما هو امريكا معاهم، ما هو الكلام ده الكلام الاحباط ده. في صناعه اسمها صناعه اليأس. الاخوان محترفين صناعه خوف وصناعه يأس وصناعه وهم. صناعه الخوف انه يخوفك ويجيب لك شويه عيال ويعملوا بيهم تدريبات عسكريه فاكرين الشباب هيخاف. لا لا لا، هو لو انزلق العنف هيبقى عجل بنهايته بدري. تاني حاجه صناعه اليأس، انه يشيع بين الناس احساس بالاحباط وبالمراره وانه خلاص طولها زي عرضها ويا عم بلاش وجع دماغ. يا جماعه الجماعه الفنيين دول مؤاخذة يا استاذ نبيل. لا عادي، ده بيحصل في مش مفروض يحصل في فرنسا. فرنسا لا مصر يعني. ها خد ما هو يبدو انه هتسمع في عطل على الكهرباء ولا ايه؟ البطاريه باظت. البركه وصلتنا لحد هنا. مين عنده بطاريه؟ اوعى تكونوا واخدين الكهرباء من هناك. هيمشي الليله يا استاذ نبيل ان شاء الله. مش الليله. هو يبدو ان مرسي ليه نفوذ في فرنسا. لا 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 لا. دي كلمه. عايزين كهرباء. على اي حال مرسي يا جماعه هيمشي. شخصيا انا بعتبره راجل غلبان بجد يعني، ومتعاطف معاه جدا وشايف ان هو لا مؤاخذه مجرد طرطور. يعني لا مؤاخذه في التعبير، يعني محلل يعني واجهه. لكن لكن هو الراجل يعني اللي بيتقال له بيرجع يقوله بطريقه يعني تقدر تقول ان هو يعني ممثل مكتب الارشاد لدى الاتحاديه، ويعني ممثل غير مشرف. ولو انسحبوا يعني اسماعيل ياسين في الاتحاديه يعني حاجه غريبه. الفرق ان اسماعيل ياسين كان دمه خفيف. لا سمعه كان بيضحكنا كان بيضحكنا سمعه يعني استاذ نبيل. حاجه اخيره عايز اقولها، مش هننتصر على الاخوان المسلمين بالضربه القاضيه، هننتصر على الاخوان المسلمين بالنقط، التراكم، بالاصرار. احنا هنقعد قد ايه في الشارع واحنا قد ايه احنا اتعلمنا، احنا ولاد ثقافه حجر ونحت في الحجر، اتعلمنا من الحجر الصلابه وتعلمنا من النيل العذوبه والرقه. اللي يستحق الرقه بنديها له، واللي يستحق الصلابه بيلاقينا اثبت من الاهرامات، الطف من النسمه زي ما قال صلاح جاهين. وكل سنه وانتم طيبين، وكل اخوان وانتم طيبين. شكرا.